الكبير بس ناقص عليا الحرام من دين. انا فرحان انا عندي انا فرحان بكره تكون حاجز على مصر مالكش شغل عندي. انت مكانك يا ابو مازن. يا اما لو بلغت عنك يا هاني هدقك. ابو مازن انا بقول لك يا ابو مازن ما اسمعش حسك. هقول لك يا ابو مازن، طب عشان خاطر عيالي، ما اسمعش حسك، عشان خاطر عيالي ما اسمعش. انا عايز اكل عيش وعشان خاطر عيالي. انا والله ولا اعرف حاجه في الايمانات ولا شفت الايمانات. انا شويه والله انا عارف. بكلمك ما اسمعش حسك يا هاني عشان مش هقل مني يا ريس هقل مني المسامح كريم. هقل مني. انا راجل مفتري يا اولاد دين الكلب اللي عندي ابوك المسامح كريم يا اولاد المكنكه يا اولاد والله يا ابني تضرب امي اللي تمشي عليها برقبه عيلة دين امك كامله. طبعا يا ريس برقبه عيلة دين امك كامله علشان ايه؟ يا ريس يا ابني الكلب يا مكناك انا اللي فتحت لك باب رزق هنا يا اولاد المكناكه يا اولاد الوسخه. والله حصل والله حصل يا بلد المكناكه يا بنت المكناك يا اولاد الوسخه. وكل اللي انت تقول فيه حصل، بس والله ورب الكعبه انا عايز اكل عيش، اكل عيش عشان خاطر عيالي مش اكتر. طب اسمع بقى خلينا اسمع الاخر اللي انا عايز اسمعه. اسمع والله انا ابني كلب، انا هنا والله انا ابني كلب. تعالى ايه اللي يخليك تبقى فرحان في حاجه زي كده؟ والله العظيم انا ابني كلب، انا ابني كلب. انا يوم ما رحت في المطار والله انا ابني كلب. لحظه بس انا عايز رد بس يا ريس اللي انت عايزه معايا اعمله، بس ابوس مصلحة. رجليك ترحمني، ماشي. ابوس رجليك ترحمني عشان خاطر عيالي، ما يرحم الله. مش عشان خاطر اي حاجه عشان خاطر عيالي. ما اسمعش حسك بقى. رحم الله. صل على النبي. احب بني ادمين ما صل على النبي. انا عايز يرحم الله. رد بعد والله انا عندي جوز بنات في الثانوي، اقسم بالله اقسم بالله اقسم بالله اقسم بالله. عيالك دول احسن مني؟ لا يا راجل، احسن من ابويا وامي؟ الناس احسن من ابويا وامي؟ اللي انا شتمتهم ديت هتجذبتهم وحطهم في دماغهم وتهزهم. لحظه بقى. انا والله انا عايز اكل عيش. هذا الكلام تقوله والله توبه، والله العظيم توبه. يا اول واخر، والله اول واخر يا مرة. هاني يا هاني يا هاني هدي اطرافك كده علينا. والله يا ابو وائل انا بهدى اطرافي، انا بهدى اطرافي. ربنا ما عارف انا كنت بحسك ايه، بس والله وغلاوتك عندي انت وابو مكه. انا قلت له غلطان وابوس رجليك كمان. طب اسمع انا عايز رد على ده. بص يا مستر ما بنرحم لا بس نبغى توضيح على